عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم غنعدلوا مع بعضياتنا واحد التحليه اللي هي مزيونه بزاف، خصوصا ديك الكريمه اللي فوق منها، وفي نفس الوقت مكونات ماشي بزاف، يعني اي حاجه تقدر تكون عندنا في الدار وكتجي مزيونه وفي نفس الوقت سهله ماشي صعيبه بزاف. خليكم معايا نشوفوا شنو كنحتاجوا لها. بطبيعه الحال بحال اللي متعودين دائما انا كنعمل الحاجات وانا كنقول لكم. هنايا انا غادي نجيب جوج بيضات كانوا عندي مخرجين من قبل من الثلاجه، من الاحسن خرجوهم من قبل. ما فيهاش بزاف يعني فيها الحاجات سهلين ماشي صعابين. هنايا عندي واحد نص كاس ديال السكر، بالنسبه للكاس اللي انا استعملته فهو صغير. واحد قبيصه ديال الملحه ضروري، واحد مغرفه صغيره ديال لافاني اللي عنده خنيشه يعمل خنيشه كامله، واحد المغرفه كبيره ديال الخل عادي. وغادي نطرب المكونات كاملين بعضياتهم حتى يضاعف لي الحجم ديال البيضات ويرجع لي بيض بحال اللي كنعرفوا الاول ديال الكيكه. كل ما طربناهم كل ما احسن. بالنسبه لهاد الكيكه هي تقريبا المكونات بحال الكيكه اللي كنعمل كيكه عاديه ديال كل نهار، ولكن الكريمه اللي فوق منها هي اللي مزيونه بزاف. بالنسبه للمقادير فيمكن لكم تضاعفوهم اولا تنقصوا منهم. انا هنايا بحال اللي شفتوا في الاول الفيديو المول كان عندي كبير، وفي نفس الوقت هي هاد الكيكه انا نصيحه من عندي عملوها في المولات ديال الدجاج. هنا غادي نعمل واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت، ماشي نص كاس غير شويه على ربع الكاس، وغادي نطرب مزيان. هي كتجي في بحال اللي قلت لكم عفوا كتجي في ديك المولات اللي ديال الدجاج حسب الكريمه كتجي، ما كتجيش ثقيله الكريمه، كتجي بحال خفيفه بحال خفيفه كتجي بحال سائله شويه، يعني ملي كنقدموها كتكون هكذا خفيفه. هنايا عندي نص كاس ديال الحليب حتى هو بدو مخرجاه من قبل من الثلاجه. وملي كنعملوا الحليب بطبيعه الحال كنطربوا غير واحد شويه وكنوقفوا يدنا باش ما كينزلولناش شي بيضات بزاف. صافي هنايا غادي نحاول نحيد ديك الطراب الكهربائي وغادي نستعمل فقط الطراب اليدوي من بعد. هنا عندي جوج الكيسان ديال الطحين، ما غاديش نعملهم كاملين. الطحين دائما بحال اللي كنقول لكم كيبقى على حسب كل طحين. غادي نجيب واحد صفاي صغير باش نغربل، ضروري واخا يكون عندنا مغربل نحاولوا نغربلو، لان كل ما غربلنا الطحين كل ما كيعطينا ديك الخفه في الكيك. بحال اللي قلت لكم الطحين كيبقى على حسب كل طحين. عندي واحد ساشي ديال خميره الحلوى ديال 10 غرام. انا ما بغيتهاش يطلع لي بزاف، من الاحسن نعملو غير واحد، حيت ما بغيناش ديك الكيكه تكون طالعه، خصنا تجي حانيه، كل ما كانت حانيه كل ما احسن. غادي نعمل هنايا واحد جوج معالق كبارين ديال الكاكاو المر، من الاحسن يكون كاكاو المر. انا عملت لاحظتوا عملت المكونات كاملين في الاول باش نشوف يعني الكاكاو مع الطحين باش نشوف شحال غادي تهز لي. بحال اللي قلت لكم انا عملت مع جوج الكيسان ديال الطحين، ولكن راه ما غاديش تهزهم لي كاملين. هذاك الشيء علاش فضلت نعمل الكاكاو في الاول باش ما يبقى ليش حتى الاخر وترجع لي يعني ثقيله. صافي غادي نطرب المكونات مزيان حتى ينسجموا لي مع بعضياتهم. بحال اللي كنعرفوا حنايا الكيك عيننا ميزاننا، يعني الكيك كل ما خدينا واحد القوام ديال الكيك حنا كنبقاو نتحكموا فيه كيكون احسن. حيت ما يمكنش ناخذوا القياس ديال الكيك نقولوا مثلا غنعملوا 7 المعالق ديال الطحين اولا جوج الكيسان ديال الطحين، لا مستحيل. حنا خصنا ناخذوا دائما الكيك ديالنا حنا اللي كنتحكموا في المقادير ديال القوام ديالو ديال الطحين. يعني ملي غادي تعمل صافي كناخذ واحد القياس ديالي، فانا كنبقى محكمه بديك القياس دائما، كنبقى نعملو واخا يتبدل الطحين. راه بحال اللي كنقول لكم الطحين راه اي طحين يمكن لكم تعملوا به الكيك، ما يكونش غير حرش وما يكونش غير اسود طبيعه الحال. يعني الطحين بيض اي طحين، ما كاينش واحد الطحين خاص بالحلويات اولا خاص. انا الطحين اللي كنعجن به الخبز هو نفس الطحين اللي انا كنعدل به الكيك، والحمد لله الكيكه كتجيني مزيانه. صافي هنايا بعد ما وصلت القوام اللي انا كخصني بحال اللي كتشوفوا ما هي لا ثقيله ولا خفيفه، يعني بحال اللي كنهزوها كنجبروا ديك الخيط كيبقى هوت. غادي نجيب المول ديالي هنايا بحال اللي كتشوفوا انا عندي المول شويه كبير، دهنته بالزبده مزيان. وغادي نخوي بحال انا ما بخصنيش تطلع لي الكيكه، خصني تجيني حانيه. كل ما جات حانيه كل ما احسن باش ديك الكريمه كتجي مزيونه من الفوق. صافي غادي نعوضها في ديك المول وغادي هنا الفران. انا دائما حتى كندخل الكيك الفران عاد كنشعل البوطه، ما كنشعلش البوطه من قبل، يعني من الاحسن يكون الفران بارد حتى كندخلوها. عاد كنشعل الفران من تحت ومن بعد ملي كنشوفها طلعت لي كنشعلو من الفوق باش كتحمر. ما كديش الوقت بزاف، يعني تقريبا واحد 20 دقيقه كتكون واجده. وبحال اللي قلت لكم في الاول من الاحسن المول هذا اللي كيكونوا ما كيتفتحوش، حيت الكريمه هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي تكون. صافي هنا غادي ندوز نعدل الساقو اللي انا غادي نسقيها به. عندي هنا واحد جوج الكيسان ديال الحليب، تقريبا جوج الكيسان، وغادي نعمل فيهم معلقه كبيره ديال السكر، وغادي نعمل فيهم معلقه كبيره ديال الكاكاو، نفس الكاكاو اللي انا عملت كاكاو المر. وغادي نخلطهم مزيان. الحليب هنا راه بارد، ماشي ما هو ماشي سخون، مخرج فقط من الثلاجه.
وغادي نخلط حتى كتذوب لي ديك الكاكاو، وغادي نخليه على جانب حتى تخرج لي الكيكه من الفران، غير باش ما يبقاوش ديك مكورين ديك الكاكاو وصافي. هنايا بعد ما خرجت لي هي من الفران، من الاحسن ما نسقيهاش في ديك الساعه، خليتها تبرد غير واحد شويه، واحد 5 دقائق، غير تنزل لي ديك الحراره ديالها، ومن بعد عاد غادي نسقيها. غادي نجيب واحد الكيردون وغادي نثقبها مزيان، بغيتو تثقبوا بغيتوش تثقبوا فماشي مشكله، على حسب. انا بغيت نثقبها باش يدخل لي ديك الخليط حتى الداخل ديالها، باش ما يبقاليش شي غير في الحواشي. وغادي نجيب واحد المعلقه وغادي نبقى نسقيها. انا غادي نسقيها بديك الساقو كامل، يعني ما غاديش كامل غادي نعملو باش كل ما تسقط كل ما احسن. بعد ما سقيتها بهذاك الساقو بحال اللي كتشوفوا كامل، هي غادي تشربو كامل، وغادي نخليها تبرد على الخاطر ديالها وتشرب ديك الخليط. هنا غادي ندوز نحضر الكريمه اللي انا غادي نعملها فوق منها. هاد الكريمه كتجي مزيونه بزاف صدقوني. انا هنايا غادي نعمل تقريبا لتر ديال الحليب، كتجي مزيونه بزاف. يعني هاد الكريمه كلكم تستعملوها لاي حاجه. عندي هنايا واحد الكاس ديال الطحين، عندي كاس لارب ديال السكر، عندي واحد المعلقه صغيره ديال لافاني، وغادي نعمل مايزينا مع ديك الطحين. عندي 2 معالق كبارين ديال مايزينا. هاد الكريمه كتجي بالطحين، ما كتجيش بمايزينا. زدت مع 2 معالق فقط ديال مايزينا، ولكن هي نورمال كتجي بالطحين فقط، يعني ما تستغربوش، ولكن فعلا كتجي مزيونه. وغادي نزيد لها مكونات اخرين غنخليكم معايا صافي. وغادي نردها فوق البوطه، وغادي نبقى نحركها مزيان باش ما تلصق لي شي، حتى توصل لي ديك القوام اللي انا بغيتو. بحال قلت لكم ما خصنيش يجي قاصحه، ما خصنيش يجي خفيفه، يعني كتجي بحال لي شويه خفيفه، باش حتى ملي كنقطعوا ديك الكيكه كتبقى ديك السائل ديالها كيبقى بحال يهود شويه. بالنسبه لهاد الكريمه بحال اللي قلت لكم يمكن لكم تعملوها لاي كيكه، ويمكن لكم تعملوها حتى تحليه، يعني تزوقوها بشي حاجه وتعملوها تحليه بوحديتها وتعملوا فوق منها شي حاجه. غير خليوها ديك الساعات تخليوها تقصح اكثر من اللي انا غادي نخليها، يعني ما تخليوهاش سائله شويه بحال اللي خليتها انا. صافي هنا غنبقى نخلطها بحال اللي قلت لكم حتى تنسجم مزيان، حيت باش ما كتلصقش في المقله في الكاسرونه عفوا، وكتعطينا ديك القوام اللي خصني نقول لكم ما خصنيش يجيني ثقيله بزاف. غادي نجيب هنايا واحد القشطه طريه غادي نعملها. اللي ما عندوش شي قشطه طريه يمكن له يعمل اي جبن كيكون ديال الدهن، ما يكونش فيه شي مذاق معين، او لا يمكن لكم تعملوا حتى كيري او لافاج كيري، يعني تعفصوا شويه بالمعلقه او بهذه وتعملوا معاها باش كتعطيها واحد القوام كريمي. اما هي القشطه الطريه كتجي احسن واحسن. صافي غادي نبقى نخلط حتى تنسجم لي ديك القشطه مع ديك الكريمه، كتعطيها واحد المذاق مزيون. غادي نخلطها مزيان حتى تنسجم لي مع بعضياتها، وبحال اللي كتشوفوا هي خفيفه ماشي ثقيله، بحال اللي قلت لكم راها ماشي راه واخا عندها خلط الثلاجه ما كتقصحش بزاف، العكس ديال واحد الكريمه سبق لي عملتها معكم في البسبوسه ماشي بحالها، كل كريمه بوحديتها. صافي غادي نجيب ديك هي بعد ما شربت لي الكريمه غادي نخويها هي ما حدا باقا سخونه فوق ديك الكيكه. هذوك الحبيبات اللي كتشوفوهم هذيك فقط انا عندي لافاني فيها كيكون فيه بحال واحد نقيطات كحل، فكيبقاو بحال هكذاك، يعني ماشي ديال الطحين ولا شي حاجه، لافاني بحال هكذاك فيه ديك الحبيبات بحال الكحل ديالو هو. وغادي غادي نخليها تبرد في الاول من برا، ومن بعد عاد ندخلها الثلاجه تبرد لي مزيان. كل ما بردت كل ما احسن. هنا بعد ما بردت وشبرات الراس ديالها كنت دخلتها الثلاجه بردت لي حتى كتعملوا اليد ديالكم كتشوفوها بانها رجعت جامده. غادي نجيب واحد الصفاي وغادي نزوقها من الفوقي بالكاكاو. يمكن لكم تزوقوها باي حاجه بغيتوها من الفوقي، ولكن انا بغيت نخليها من نفس المذاق اللي هي فيها يعني الكاكاو، فانا بغيت نزوقها فقط بالكاكاو. ومن طبيعه الحال الزواق كيبقى على حسب كل واحد. هنايا غادي نقطع معكم واحد الطريف، وكل ما كتبرد كل ما كتجي احسن. هاد الكيكه كل ما خليتوها تبرد راه كل ما احسن كتجي يعني بارده كتجي احسن واحسن، خصوصا دابا مجال الحراره محتاجين الحاجات بحال هكذا يكونوا باردين. وكنتمنى انا نكون خفيفه وظريفه، وكنتمنى نتلاقاو ان شاء الله ربي في شي فيديو جاي. بسلامه.